اهلا بيكم دكاترة تالتة اعداد، يتمنى تكونوا بخير دايما. في الفيديو ده هنراجع على اهم النقاط في المنهج. كنا عملنا حصة قبل كده وراجعنا فيها اهم النقاط. في الفيديو ده هنأكد على الاسئلة المهمة وهنفهم الافكار بشكل اكبر وهنراجع على اللي احنا اخدناه. ولكن يا ريت قبل ما نبدأ في الحصة ندعم الفيديو بلايك واشتراك في القناة. خلي بالك هيكون آخر الفيديو في سؤال هتحله بنفسك وتكتب الإجابة بتاعته في التعليقات. نبدأ بأول حاجة في مراجعتنا. لو قلت لك متى تكون متى تكون الإزاحة تساوي صفر؟ أول سؤال. تاني سؤال، الإزاحة تساوي المسافة. تالت سؤال، الإزاحة أقل من المسافة. أول حاجة، متى الإزاحة الحادثة تكون بصفر؟ لو نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية، النقطة اللي ابتدى منها الجسم الحركة هي نفس نقطة نهايته، يبقى على طول الإزاحة بتساوي صفر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا الجسم ده اتحرك 3 متر في اتجاه الشرق، ثم عاد 3 متر في عكس الاتجاه في اتجاه الغرب، فبقت نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية. في الحالة دي نقول الإزاحة بتساوي صفر. ده في حالة لو الجسم اتحرك مثلا في خط مستقيم. طب لو اتحرك في مسار دائري مثلا، اتحرك، بدأ الحركة من النقطة دي وابتدى يتحرك في مسار دائري لغاية لما رجع لنفس النقطة ووقف، برضو في الحالة دي الإزاحة هتساوي صفر. ليه؟ لأن الجسم رجع لنفس النقطة اللي ابتدى منها حركته. يبقى نقول له الإزاحة هتساوي صفر عندما يعود الجسم إلى موضع بداية الحركة. أهم حاجة نكون فاهمين الكلام. تمام. طب متى الإزاحة تساوي المسافة؟ متى يحصل كده إن الإزاحة الحادثة تساوي المسافة المقطوعة؟ قال لي عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم واتجاه ثابت. يعني ايه خط مستقيم واتجاه ثابت؟ أنا عندي النقطة ألف ابتدى منها الجسم حركته بالشكل ده وانتهى عند النقطة ب مثلا. تمام؟ الجسم ده اتحرك من ألف لب في خط مستقيم ولا منحني؟ لا، هتقولي في خط مستقيم. اتجاه ثابت ولا الاتجاه متغير؟ لا، اتجاه ثابت. يبقى طالما توفر عندي الشرطين دول، اتجاه ثابت وخط مستقيم، يبقى على طول الإزاحة هتساوي المسافة المقطوعة. يبقى أقول له عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم واتجاه ثابت. السؤال اللي بعده، متى الإزاحة الحادثة تكون أقل من المسافة المقطوعة؟ اللي عندما يتحرك الجسم في مسار منحني أو أي مسار لا يمثل خط مستقيم، أي مسار غير مستقيم، على طول هتبقى الإزاحة أقل من المسافة، وده في الأغلب. يبقى نقول له عندما يتحرك الجسم في مسار منحني أو أي مسار لا يمثل خط
مستقيم. دي الحالات الخاصة بالإزاحة. نحل بعض الأسئلة. السؤال الأول بيقول لي أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. رقم 1: تكون العجلة نقط إذا تزايدت سرعة الجسم بمرور الزمن. طبعا تكون العجلة موجبة. ليه قلنا موجبة؟ لأن هو بيقول لي إذا تزايدت سرعة الجسم بمرور الزمن، يعني السرعة بتتغير بالزيادة. لو قال لي تناقصت السرعة كانت هتبقى عجلة سالبة. 2: المرآة الكرية لها محور نقط واحد. طبعا لها محور أصلي واحد. 3: المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت هي الإزاحة. قال لي وتعتبر كمية متجهة. ليه كمية متجهة؟ لأن لازم أعرف مقدارها واتجاهها. 4: الصورة نقط يمكن استقبالها على حائل. طبعا دي الصورة الحقيقية. ولو فاكرين الصورة الحقيقية دائما مقلوبة. السؤال اللي بعده بيقول لي أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط. تمام. بيقول لي إذا وضع جسم على بعد 40 سنتي أمام عدسة محدبة بعدها البؤري 20 سنتي تتكون له صورة على بعد 10 سنتي. نشوف الكلام ده صح ولا غلط. هو بيقول لي بعدها البؤري بكام؟ ب20 سنتي، يعني عين ب20 سنتي، وانا عارف ان نق بتساوي ضعف البعد البؤري بتساوي 2 عين، يعني 2 في 20 يعني ب40 سنتي. ده ايه؟ ده نصف قطر التكور. هو بيقول لي الجسم على بعد قد ايه؟ بيقول لي الجسم على بعد 40 سنتي، يعني على بعد يساوي ضعف البعد البؤري. تمام. طالما على بعد يساوي ضعف البعد البؤري يبقى الجسم موجود فين؟ موجود عند مركز التكور. وطالما الجسم موجود عند مركز التكور هتتكون له صورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. صح كده؟ حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. هتتكون له الصورة فين؟ برضو عند مركز التكور. الجسم هيكون موجود عند مركز التكور والصورة هتكون موجودة برضو عند مركز التكور. يبقى على بعد قد ايه؟ يبقى تتكون له صورة على بعد 40 سنتي، لأن الصورة هتتكون على بعد يساوي بعد الجسم عن العدسة. كنا اتكلمنا قبل كده عن حالات عدم تكون صورة سواء في العدسات أو في المرايا، وقلنا عندنا العدسة المحدبة في حالة وضع الجسم عند البؤرة لا تتكون صورة للجسم، وفي حالة المرآة المقعرة أيضا لو وضع الجسم عند البؤرة لا تتكون صورة للجسم. في حالة المرايا المحدبة، ودي عاوزك تركز عليها جدا، في حالة وضع الجسم عند البؤرة أو وضع الجسم عند مركز التكور لا تتكون صورة للجسم. طلاب كتير سألت وقالت ليه يا مستر لا تتكون صورة للجسم؟ ده المفروض طالما موضوعة عند المرايا المحدبة في أي موضع المفروض هتتكون صورة، صح كده؟ أقول لك لأ، عندي شرط وحيد ان هي تكون امام السطح العاكس، يكون الجسم امام السطح العاكس. طب ليه امام السطح العاكس؟ ليه ما ينفعش يكون عند مركز التكور او البؤرة الاصلية؟ اقول لك مركز التكور والبؤرة الاصلية في المرايا المحدبة بيكونوا خلف السطح العاكس. يعني كأنك جبت المرايا كده ووضعت الجسم خلف المرآة. لما تضع الجسم خلف المرآة هيبان حاجة؟ في أي صورة هتتكون؟ لا طبعا، لازم الجسم يكون أمام السطح العاكس للمرآة.
لا يكون عند مركز التكور ولا يكون عند البؤرة الأصلية. ده في حالة ايه؟ في حالة المرايا المحدبة. المرايا المحدبة يبقى في أي موضع أمام السطح العاكس، في أي موضع أمام السطح العاكس، خلف السطح العاكس عند البؤرة الأصلية ومركز التكور لا تتكون له صورة. واتكلمنا برضو قلنا متى تكون الصورة تقديرية معتدلة مصغرة. تقديرية معتدلة مصغرة قلنا في المرآة المحدبة والعدسة المقعرة. المرآة المحدبة والعدسة المقعرة دائما بيكونوا لي صورة بتكون الخواص بتاعتها تقديرية معتدلة مصغرة. لو قلت لك متى تتكون صورة تقديرية معتدلة مكبرة، تقول لي عند وضع الجسم على بعد أقل من البعد البؤري. من البعد البؤري فين؟ للمرآة المقعرة أو للعدسة المحدبة. يبقى عندي حاجتين بيطلعوا لي صورة تقديرية معتدلة مكبرة: المرآة المقعرة والعدسة المحدبة، بشرط أن يكون وضع الجسم على بعد أقل من البعد البؤري. واتكلمنا برضو عن السمك في العدسة المحدبة، وقلنا ان العدسة المحدبة اللي بتكون اكثر سمكا او سميكة يعني بتكون اقل في البعد البؤري، انما اقل سمكا او رقيقة بتكون اكبر في البعد البؤري. وسألنا سؤال برضو، قلت لك لو البعد البؤري لعدسة بتساوي 4 سنتي وبعد بؤري العدسة تانية بتساوي 2 سنتي، وقلت لك اي واحدة فيهم هتبقى سميكة اكتر او سمكها اكبر. قلت لك ساعتها هنختار اللي ليه بعد بؤري اقل هيكون ليه سمك اكبر، اللي ليه بعد بؤري اقل هيكون ليه سمك اكبر. واخترنا العدسة رقم 2، لان البعد البؤري بتاعها ب2 سنتي، بعدها البؤري صغير فسمكها هيبقى اكبر. اتكلمنا برضو في حصة المراجعة عن اهم النقاط والمعلومات في الخلايا. عرفنا ان الخلايا بتنقسم الى نوعين: خلايا جسدية وخلايا تناسلية. نمسك في الاول الخلايا الجسدية بالنسبة للانسان والحيوان. خلايا جسدية زي خلايا الجلد، خلايا الكلية، خلايا الكبد، خلايا الرحم، ممكن اقول له برضو خلايا العضلات. وقلت لك ساعتها ركز على خلايا الرحم. خلايا الرحم خلايا جسدية، خلايا الرحم خلايا جسدية وليست خلايا تناسلية. ده بالنسبة للإنسان والحيوان. طب بالنسبة للنبات، بالنسبة للنبات الجذر، الساق، الأوراق، البذور، كلها دي خلايا جسدية. ندخل على الخلايا التناسلية بالنسبة للإنسان والحيوان. طبعا الخلايا التناسلية بالنسبة للإنسان أو الحيوان بتتمثل في الخصية والمبيض، وبالنسبة للنبات في المتك والمبيض. دي خلايا تناسلية. قلنا ان الخلايا التناسلية دي بتعمل لي حاجة مهمة خالص، بتنتج خلايا جنسية. خلايا جنسية. الخلايا الجنسية دي بنسميها أمشاج. عندي أمشاج مذكرة وأمشاج مؤنثة. الأمشاج المذكرة زي الحيوانات المنوية في الإنسان والحيوان، وحبوب اللقاح بالنسبة للنبات. وأمشاج مؤنثة بالنسبة للحيوان أو الإنسان أو النبات بتتمثل في البويضات. ندخل على أهم نقطة معانا وهو عدد الكروموسومات، وخلي بالك علشان بتلخبط بالنسبة للخلايا الجسدية والتناسلية والخلايا الجنسية. الخلايا الجسدية والتناسلية بتبقى 2N، عدد الكروموسومات 2N. بالنسبة للخلايا الجنسية N. الخلايا الجسدية بتساوي الخلايا التناسلية في عدد الكروموسومات. سؤال على الكلام ده علشان نفهم أكتر، بيقول لي النسبة بين عدد الكروموسومات الموجودة في خلية جلد أحد الحيوانات إلى عدد الكروموسومات في خلية أحد المبيضين. تمام، هتبقى كام؟ هتبقى 1:2، 2:1، 1:1، 1:4.
اول حاجة في الاسئلة اللي زي كده لازم احدد نوع كل خلية، لازم احدد نوع كل خلية. نبدأ بخلية الجلد. خلية الجلد دي خلية ايه؟ خلية جسدية، يبقى جسدية. تمام. خلية احد المبيضين. المبيضين دي خلايا تناسلية. اتفقنا ان عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية يساوي عدد الكروموسومات في الخلايا التناسلية، فهتبقى النسبة بينهم طبعا هتبقى 1:1، لان عدد الكروموسومات في الخلية الجسدية هيساوي عدد الكروموسومات في الخلية التناسلية. ندخل على حل بعض الأسئلة. بيقول لي أكمل العبارات الآتية. رقم 1: يحتوي جسم الكائن الحي على نوعين من الخلايا، هما طبعا الخلايا الجسدية والتناسلية. 2: بيقول لي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأمشاج المذكرة في جسم الإنسان هي نقط. طبعا هي الخصية، لأن هو بيقول لي في الإنسان. بينما الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأمشاج المذكرة في النباتات هي المتك. 3: تعتبر نقط هي الجزء المسؤول عن عملية الانقسام الخلوي في الكائن. طبعا تعتبر النواة. 4: يتركب الكروموسوم كيميائيا من نقط ونقط. طبعا يتكون من حمض نووي DNA وبروتين، يبقى DNA وبروتين. ندخل على آخر حاجة معانا في الحصة، أسئلة الحصة. السؤال الأول بيقول لي تستغرق الشمس حوالي 220 مليون سنة لتكمل دورة واحدة حول نقط: الأرض، مركز المجرة، الكواكب، النجوم. السؤال الثاني بيقول لي خلايا نقط لا تنقسم في الأحوال العادية ولكنها تحتفظ بالقدرة على الانقسام تحت ظروف معينة. يا ريت نحل السؤال الأول والتاني ونكتب الإجابات بتاعتهم في التعليقات. وبكده نكون انتهينا من حصتنا، رجعنا فيها وحلينا على أهم النقاط والأفكار. أشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية.